ني 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 ني. السلام عليكم واهلا بيكم في سلسله رمضانيه جديده برعايه بلح السعوديه. طبعا زي ما انتم واخدين بالكم غيرت الديكور خالص، قعدت في الناحيه التانيه من الشقه. الحته دي بتبان في الديكور برضو، بس انا قلت اغير لكم يعني بصراحه، وانا عشان مش قادر يعني قلت اقعد بقى البطانيه وانتخ كده عشان الواحد بعد الفطار بيبقى تقيل زي ما انتم عارفين. وبمناسبة رمضان انا قررت اعمل سلسلة رمضانية، ممكن مثلا اسميها بس يلا ده الكلب بتاعي. ممكن مثلا اسميها خواطر رمضانية، بس انا مش هكتب الاسم ده في العنوان. انا هسميها خواطر رمضانية بيني وبينكم، يعني احنا بس اللي هنبقى عارفين ان هي اسمها خواطر رمضانية. اي حد من بره لسه هيخش مش هيبقى عارف المعلومة دي، مش تعرفوا ان انا بدي حاجات بس يا دول، مش تعرفوا ان انا بدي حاجات اكسكلوسيف للناس اللي بتتفرج عليا، يعني العيله بتاعتي اللي هم ما شاء الله 400 500 واحد يعني. فاول حاجه جت في بالي على طول هو التغير اللي بيحصل على الناس اللي حوالينا في رمضان. وده كان طول حياتي بشوفه، ببقى مش عارف ابقى مبسوط وفخور بالناس اللي بتتغير في رمضان، ولا اقعد اتريق عليهم مع الناس اللي بتتريق، ولا اعمل ايه. لان دايما في تعرفين اي حاجه بتثير الجدل بيبقى فيه رايين. آه، رأي بيبقى موافق على حاجة، ورأي تاني مش موافق على حاجة وبيتريق عليها أو بينتقدها. فدايما الناس اللي بتتغير في رمضان زي الديلر مثلا اللي هو بيجي. هو دايما الديلر بيبقى حاطط أدعية، لما بتيجي تتصل بيه بيبقى حاطط أدعية على التليفون. آه، ف فما اعتقدش ان هي هتبقى حاجه غريبه قوي ان هو في رمضان مثلا يقرر يبطل يوقف. انا شايف دي حاجه عاديه، ما اعرفش الناس بتستغرب ليه. كل شويه الاقي واحد صاحبي جاي يقول لي شفت يا اسطى ابو اسراء وقف في رمضان. ابو اسراء ده شخصيه وهميه طبعا يعني، بس هو ينفع اسم ديلر يعني. الو. ايوه يابا. لا يابا انا مش شغال. ايوه انا موقف في رمضان. كل سنه وانت طيب. لا يا قلب اخوك، اشوفك يوم الوقف. لو عايز تجيبه قفشه معاك انا ممكن اديك رقم على الملحد، وهو شغال في رمضان. انما انا لا يا قلب اخوك. احلى مسا عليك. ابو اسراء وقف في رمضان وبتاع، وقرر ان هو ما يبيعش لحد يوم الوقفه وبيرجع يبيع يوم الوقفه. دي قصه حقيقيه بتحصل طبعا، اكيد كل الشباب عارفينها يعني. فانا شايف ان ابو اسراء هو بما ان هو بيحط كل تون دعاء ودايما اغاني دينيه على تليفونه وانت بتكلمه عشان تسكور، شايف ان ده جزء من شخصيته طبيعي جدا ان هو يطلع في رمضان يعني. شايف ان هو عادي، الراجل قرر ان هو هيتوب في رمضان، هياخد شهر واحد من السنه. آه، لو هو حاسس ان هو بيعمل حاجه حرام، ان هو بيبيع مخدرات، هيقرر يوقف النشاط لمده شهر عشان يستغفر، عشان يرجع يكمل بقيه السنه عادي. آه، عارف ان هي تبان حاجه غريبه، بس انا مش عارف، انا مش عارف انا بنتقده ولا انا معاه. بس هي حاجه كويسه يعني، ما اعتقدش ان هي حاجه وحشه. البنت اللي بتتحجب في رمضان اللي هي بتبقى بتلبس كروب توب طول السنه عادي، وبتقرر في رمضان مره واحده ان هي تتحجب، وتلاقيها طالعه عامله فيديو على التيك توك او على انستجرام بالحجاب. ودايما بتحاول تتصور من الحته دي كده، تبص الكاميرا بالجنب كده وتتصور من الحته دي. و... وساعات بتبقى يعني اللي هو بتحاول يعني تبين حته من شعرها صغيره اللي هي القصه دي. طبعا عشان الحجاب لسه ما طبعش يعني، لسه ما خدش شكله النهائي، لسه في الاول، فبيبقى دايما بيبدا من ورا ويفضل يطلع لقدام لحد ما يعني. الو. ايه يا بنتي؟ لا لا لا. نروح فين؟ لا لا خلاص انا اتحجبت. لا مش هنزل مع اولاد في رمضان خالص. لا يوم الوقفه بقى ساند بوكس. نروح ساند بوكس اول يوم العيد. بصي انا معاكي من يوم الوقفه بعد الفطار. المغرب تبدا يوم الوقفه انا معاكي. قبل كده لا. لا ما مش هشيل الحجاب. شيل الحجاب لحد اخر يوم بعد الفطار. بعد الفطار اقلع الحجاب واقلع كل حاجه. اطلع على ساند بوكس. اوكي. يلا. باي باي. فطبعا الناس كلها بتنتقد البنت دي وتفضل تقول انت مسلمه في رمضان بس. وانا حاسس بالديلر وحاسس بالبنت دي جدا. ليه؟ عشان انا عندي تاتو. ساعات وانا داخل اصلي في الجامع في ناس بتقعد تبص على التاتو، وفي ساعات في ناس كمان بتتكلم وتقول لي
بس انت خلي بالك انت ما ينفعش تصلي بالتاتو دوت، وبيقرر يفتي فتوى هو بس اللي يعرف مصدرها، محدش تاني غيره يعني يعرف مصدرها، وبس هو مش هيصدرها، هو هيقولها لي كمان. ف يعني انا حاسس بيهم والناس بالذات حته التاتو دي معرفش، يعني الناس بتقرر ان هي لو شافت حد التاتو هو ده يعني، بص ده المسيح الدجال. انا بحس دايما ان انا بالنسبه للناس اللي مش متدينه انا متدين جدا، وحتى في الفيديو اللي كنت بتكلم فيه عن الملحدين اللي هم كانوا بيعملوا فيديوهات على التيك توك، ناس كانت بتهاجمني ان انا قاسي شويه، يعني اللي هو انا متطرف كده او متشدد يعني. فانا ممكن بالنسبه لناس معينه اكون شكلي متشدد، وبالنسبه لناس تانية انا يعني رايح في داهيه. يعني في ناس بتشوفني اللي هو انت فاجر وخاربها ومش عارف ايه، وفي ناس تانية اللي هم العكس دول بيشوفوني ان انا يعني متشدد شويه. وطبعا انا بسيب دول يشوفوا اللي هم عايزينه، بسيب دول يشوفوا اللي هم عايزينه، وانا بعمل اللي انا عايزه برضه في الاخر. فيعني ما اعرفش، انا لو عايز يعني اقول اي معلومه نستفاد بيها من هذه الحلقه، فان احنا كلنا عندنا ذنوب، كل واحد عنده ذنب. في ناس ذنوبها معروفة شوية والناس عارفاها، فبتقدر تمسكه منها وتقعد تتكلم كتير على اساس ان انت يعني ما بتعملش ذنوب خالص، وانت ممكن تكون لسه ضايع 10 مثلا، مخلص فاهم، وفتحت فيديو لقيت واحد بيتكلم رحت قررت ان انت تطلعه كافر. فانا شايف ان احنا لو لقينا حد بيتدين او بيتجه لربنا في بالذات في شهر رمضان نسيبه ونقول له نشجعه نقول له جدع وبرافو عليك وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى، نسيب الناس تعمل اللي هي عايزاه يعني. لان في الاول وفي الاخر ما تعرفش، ممكن البنت اللي اتحجبت في رمضان دي تيجي يوم الوقفه تقرر ان هي شكلها حلو بالحجاب ومش هتقلعها وتكمل كده في العيد، تقلعها بعد العيد او تكمل بيه على طول. وممكن برضو الراجل الديلر اللي بيبيع مخدرات لما يوقف في رمضان يجي يحاول يرجع تاني يوم الوقفة يلاقي السورس بتاعه اتحبس مثلا، او الحشيش غلي فما يعرفش يبيع تاني، فيبقى فرصة كويسة ان هو يبطل يعني. فتعالوا نسيب الناس تحاول يعني. وكل سنة وانتم طيبين. انا كريم عثمان وكنتم مع برنامج خواطر رمضانية. نا 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 نا. معلش انا اسف عشان مفيش برودكشن اعمل انترو واوترو فبعملها بقى. اقول لكل الناس حاجه مهمه قوي، ان انا اصلا ما اسميش دريك. انتوا عارفين انا اسمي ايه؟ انا اسمي طارق. اسمي طارق عبعال عادي جدا، بس الناس قررت تسميني دريك نظرا لان انا مدرك للموقف.